كم مرة سألت حالك إنه معقول هدول الاثنين تركوا بعض أو طلقوا؟ والله العلاقة كانت مبينة ممتازة وكتير حلوة بيناتهم. اليوم بدي أحكي لك على 10 أسباب بتخلي العلاقات تفشل. بتمنى تسمعهم كلهم وتسمع الفيديو للأخير. الفيديو ما رح ياخد من وقتك غير 10 دقايق، ولكن صدقني ال10 معلومات اللي فيه رح تخليك تعرف كيف تحافظ على علاقاتك وشو أسباب فشل هي العلاقات. لا تنسى اللايك والفولو وتفعل زر الجرس لحتى يوصلك كل شي جديد بنحكي بهي القناة، لحتى تطور حياتك وتعيش حياة أفضل بعلاقات صحية أحسن. أول سبب هو عدم التواصل. صرنا بنعرف كتير منيح إنه الحوار المباشر، التعبير عن التخوفات، عن المشاكل، عن الهواجس، عن الاعتراضات اللي منعيشها مع الشريك، هي خطوة جدا مهمة لتطور العلاقة ولتصححها. أما الاكتفاء بأنه هو يفهم علي بدون ما أحكي، أو المفروض يعرف شو حاجتي بدون ما أعبر، فهذا الشيء كتير مسيء ومدمر للعلاقة. لذلك نعتمد أسلوب الحديث المباشر وتوضيح الحاجات بشكل واضح مع الشريك، بدون الاعتماد على أنه نتركه يتخيل أو يتكهن أو نخليه هو يعرف شو بنا، من باب أنه إذا بيحبني فهو بيعرف شو بني. هذا الشيء ما واقعي نهائياً. لذلك أول مشكلة منعاني منها هي عدم التواصل، وحلها كتير بسيط، وهي إنه نصير نحكي ونعبر عن حاجاتنا، ونطلب من الشريك بالمقابل كمان إنه يحكي ويعبر بشكل واضح وصريح. المشكلة الثانية اللي بتواجهها العلاقة هي الروتين والملل. كلنا صرنا بنعرف إنه البدايات دايماً بتكون مثيرة للاهتمام، فيها مرحلة تعارف، استكشاف، اطلاع، وحياة جديدة نحن عم نجرب نعرف كيف بدنا نعيشها. ولكن مع الوقت بس نصير نتعود على بعض، نفهم بعض أكثر، نعرف كيف نمط حياة كل شخص فينا، ببلش الملل والروتين يتسلل لعلاقتنا بطريقة غير مباشرة. منصير منحس إنه نحن بحاجة لتغيير، لتجديد. هذا الشيء كمان بدمر العلاقة بطريقة جدا غير مباشرة، لأنه منصير نبعد عن الشريك ونبحث عن وسائل ترفيه، عن كسر لهذا الروتين بعيدا عنه. كمان وعينا لهي المشكلة كتير بيخلينا نعرف كيف نتجاوزها، بأنه نخلق فرص لنكسر هذا الروتين. ممكن تكون أنه نطلع سفرة مع بعض، أنه نعمل موعد غرامي مرة بالأسبوع نطلع فيه لحالنا، نجدد علاقتنا ونحكي بهمومنا ومشاكلنا بشكل واضح وصريح. كتير ضروري نوعى لهي الشغلة ونلاقي الحلول اللي بتكسر الروتين والملل، لأنه صدقوني هذا عامل جدا خطير. إذا بلش يتسلل على العلاقة رح ياكلها ويدمرها شوي شوي. المشكلة الثالثة هي الغيرة والشك. هذا موضوع حساس بطريقة مرعبة. الغيرة من إنه نحن نحس بمشاعر غير مريحة، ممكن تخلينا نشك إنه هذا الشخص عم يفكر بحدا تاني، مشغول بطرف ثالث، ممكن يكون في نظرات إعجاب، في كلمات بين السطور بتوحي إنه هو مانو مخلص. حالة الشك اللي منقعدها مع حالنا، وبنفس الوقت مشاعر الغيرة اللي بتبلش تسيطر علينا وتاكل ثقتنا بهذا الشخص، عم تأذينا وتأذي هي العلاقة. هون بدي أرجع فوت بنقطة كتير أساسية، وهي الوضوح والتعبير بشكل مباشر. أنا ليش بخاف له لشريكي؟ أنا بغار عليك، أنا ما بحب إنك تبعت رسائل فيها إيموجي بتعبر عن مشاعر معينة، مثل قلب، مثل بوسة، مثل حركات فيها هيك شوية مبالغة بخارج إطار العلاقة اللي أنا بتريحني. الوضوح بالتعبير عن الغيرة وطلب إنه إذا بتريد ما تتصرف هاي التصرفات لأنك بتزعجني، كمان بتسهل علينا إنه نعرف نتلافى المشكلة اللي رح تاكل العلاقة وتأذينا وتأذي شريكنا. الغيرة عدو صامت لنجاح العلاقة، وعكس الغيرة والشك هو الثقة.
وكنت حكيت وأكدت بكتير فيديوهات سابقة إنه الثقة تمنح ولا تفرض. يعني أنا منحتك ثقتي وأنت بدك تعرف كيف تحافظ على هي الثقة وما تستغلها لتأذي علاقتنا. وعي المشكلة وإيجاد الحلول المباشرة والحوار الواضح هي أهم طريقة لنتجاوز موضوع الغيرة والشك. المشكلة الرابعة هي الأنانية وعدم مراعاة مشاعر الآخر. شو يعني؟ يعني لما أنا بكون شخص كتير بهتم شو راحتي، كتير بهتم أعمل الشيء اللي بيسعدني وبيبسطني وما أسأل على شريكي إذا هذا الشيء ممكن يزعجه أو يأذيه. إني ركز على حالي، ركز على حاجاتي. الأنانية كمان موضوع كتير مؤذي للطرف الآخر. لما أنا دايما بدور على الشغلات اللي بتسعدني بس ما بسأله يا ترى هل هالشي رح يسعدك، لما ما بسأله أنت شو بيريحك، لما ما بهتم بأنه أنت شو الشي اللي بيخليك مبسوط وأنا مستعد اتنازل وأعمل الشغلات اللي بتسعدك لو كانت أنا سعادتي بمحلات تانية. مراعاة مشاعر الشريك، احترام اهتماماته، اطلع من دائرة الأنا تبعي وامشي خطوات لعنده، كتير بتخفف مشاكل وبتخفف شعور الآخر بالإهمال. وهذا شيء واجب علي لحتى ننجح العلاقة. أنا بدي أخطي خطوة تجاه شريكي وشريكي بده يخطي خطوة تجاهي. أما أنه نضل متقوقعين على اهتماماتنا الخاصة والشغلات اللي بتعنينا ونتناسى الطرف الثاني، فمع الوقت عم نراكم مشاكل ممكن تأذي العلاقة وتأذي الطرف الثاني وتوصله لمرحلة إنه خلص أنا ما بقى فيني كمل بهي العلاقة. المشكلة الخامسة واللي هي خطيرة كتير وبدنا نعالها بطريقة ذكية، التدخل الخارجي. كتير أوقات نحن بدون قصدنا وبسبب صراحتنا ومحبتنا وصداقاتنا وعلاقاتنا الزايدة مع أشخاص مقربين خارج إطار العلاقة ممكن نحكي مشاعرنا ونعبر بشكل واضح ومباشر عن انزعاجات من الشريك، عن حالة خلاف صارت مع الشريك. ممكن احكي لأمي، ممكن احكي لأختي، لأبي، لأخي، لصديقة مقربة علي، احكي لها مشاكلي مع زوجي أو مع شريكي وعبر عن حالة من الغضب وعدم الرضا وأنه أنا ماني مبسوطة بهي العلاقة. وممكن هي تنصحني أو توجه لي مجموعة من الأفكار والحلول اللي تأذيني. أنا كتير مهم أني أوعى ما شارك مشاكلي اللي بتصير بعلاقتي غير مع شريكي نفسه، إلا إذا شاركتها مع شخص اختصاصي أو شخص بعرف إنه رح يعطيني الحل المفيد إلي ولا شريكي وما رح يكون على حساب تدمير علاقتنا. وللأسف كتير من الأزواج وكتير من الشركاء بيوقعوا بمطب مشاركة المشاعر والغضب مع ناس غير كفؤ لأنه تحل هي المشكلة. فبهي الحالة أنا نصيحتي إنه نسكت وما نحكي مشاعرنا ومشاكلنا السلبية مع مين ما كان لحتى ما يصير تدخل خارجي وأذى للعلاقة سبب لنا مشكلة على المدى الطويل. الخيانة العدو الأول والأساسي للعلاقة وهو أكبر مسبب لفشل وتدمير هي العلاقات. هذا الخيانة هو بحث كامل لحاله لأنه في كتير له تفرعات وكتير له أسباب وكتير له حدود. ممكن الخيانة عندي تكون غير الخيانة عندك، البيئة اللي أنا جاية منها بتعرف الخيانة بطريقة غير البيئة اللي أنت جاية منها. هون كتير مهم كمان نتحاور بشكل واضح ومباشر وكل حدا فينا يحكي شو حدود علاقات الشريك مع الآخرين ومع الجنس اللطيف أو الجنس الآخر اللي ممكن أنا ما تأذيني ولا حاسة إنه خيانة لعلاقتي بهذا الشخص. هذا الموضوع كتير تم بحثه بالقناة وحكينا كتير عن أسباب الخيانة وطرق علاجها، وإذا الموضوع بهمكن بتمنى تفوتوا وتسمعوا الفيديوهات شارحين فيها عن هذا الموضوع وكيف فينا نتجاوز الخيانة أو ما نوصل لها. الفكرة السابعة اللي بدي أحكي فيها واللي بتسبب فشل العلاقة هي ضغوطات الحياة. كل حدا فينا عنده همومه الخاصة، مشاكله، شغله، شغلاته اللي هي بعيد عن العلاقة، خارج إطار العلاقة، ولكن بتسبب لنا حالة من الضغط والستريس والاختناق أحيانا، وممكن نلجأ لشريكنا لنفرغ ونعبر وناخد الرأي والنصيحة ونشاركه بهي الضغوطات.
طالما نحن واصلين لمرحلة من المشاركة الإيجابية بالأحاديث، بالأفكار، بالمشاكل اللي بنواجهها، فهي علاقة كتير صحية وبتدعمنا وبتساعدنا. بدنا ننتبه من اللحظة اللي بتتحول فيها ضغوطات الحياة لضغط على علاقتنا، اللي بصير أنا معصبة أو مزعوجة من أي شيء صار معي برات هاي العلاقة، أنا حملته وجبته وزتيته على شريكي وبلشت اتفشش فيه، بلشت أذيه، ازعجه، عبر عن مشاعري بطريقة سلبية، انقل له هالطاقة البشعة والطاقة المؤذية واللي بالأخير رح تأذيه وتأذي علاقتي أنا وياه. كتير بدنا ننتبه كيف نفرغ الضغوطات خارج إطار العلاقة أو نفرغها مع الشريك بطريقة ذكية وواعية ما بتأذي علاقتي أنا وياه. إذا أنت معصب ومزعوج ومضغوط، احكي مع شريكك بشكل واضح وصريح، ما تحاول انك تخبي وتبعد وتحسسه انه هو صار بحالة من المجهول ما بيعرف شبك. احكيه بصراحة. طبعا كمان نحن ناقشنا بأبحاث كتير طريقة تعامل المرأة والرجل مع المشاكل، تقبلهم للمشاكل، تعبيرهم عن المشاكل والضغوطات اللي بيمروا فيها. كمان بتمنى ترجعوا للفيديوهات اللي بتشرح بشكل كامل هذا العامل وكيف ممكن انه نحن نواجهه. المشكلة الثامنة والخطيرة اللي بتسبب فشل العلاقات هي عدم قدرتنا على حل النزاعات وتجاوز الخلافات وحلها بطريقة جذرية. للأسف كتير أشخاص متزوجين أو على علاقة بيحاولوا أنهم يخبوا المشكلة أو يتجاوزوها بدون ما يحلوها بالعمق، وهذا موضوع كمان ممكن يسبب فشل العلاقة. لما أنا بدفش المشكلة ما بواجهها، بجملها، بكابر عليها، بكون عم بعطي فرصة للمشكلة إنها تتفاقم وتكبر شوي شوي، لأنه المشاكل بتصير بتتراكم وأنا ما لقيت لها حل جذري. هون كمان الحل إني أقعد وأحكي مع شريكي بشكل واضح وصريح، تعريف المشكلة، عرضها بشكل مباشر، محاولة إيجاد حلول، وإيجاد حلول توافقية بتريحني وبتريح شريكي. هذا الموضوع كتير مهم، وعاء أنا والشريك للاقي الحل المناسب وانهي المشكلة تماما لحتى ما ترجع تتكرر أو تأذي العلاقة أو تأثر عليها سلبا. المشكلة التاسعة هي عدم الشعور بالامتنان والتقدير. لما أنا بقدم لعلاقتي، لما أنا بعمل شغلات بحس إنه أنا عم ضحي أو إني أنا عم أبذل جهد أو عم أتنازل، كتير مهم حس بالتقدير من الطرف الآخر، حس بالشكر، حس إنه هذا الإنسان اللي هو شريك معي بالعلاقة ممنون، مقدر، بكلمات كتير بسيطة ما بتكلف الشخص شيء، ولكن رح تعني لي ورح ترمم العلاقة وتحسسني بالسعادة، وإنه أنا جهودي مهما كانت صغيرة هي مقدرة. كلمة شكراً، يعطيك العافية، أنا مقدر كل شيء عم تعمله، تضحياتك على عيني وراسي، مجرد كلمات بسيطة ولكن فيها تعبير عن الشكر والتقدير والامتنان، بتكون مثل دافع ومحرك للعلاقة إنها تستمر بالطريق الصح. المشكلة العاشرة واللي حبيت اتركها للأخير لأني بعرف إنها بسيطة ولكن كتير مهمة، هي إنك تحكي زيادة عن اللزوم، إنك تعطي أخبار ومعلومات عن نفسك زيادة عن اللزوم. هون في لغط بيوقعوا فيه الشركاء والمتزوجين، إنه أنا طالما هذا شريكي فأنا لازم أحكي له كل شيء وعبر له كل شيء وأحكي له كل القصص اللي بتصير معي ومع غيري ومع محيطي ومشاكلي بالشغل. اللي بدي أقول لك يا إنه هي الخدعة البسيطة اللي بتسبب لنا مشاكل ممكن ما نعرف نطلع منها لما أنا بحكي كل شيء بشكل مباشر بدون فلترة وبدون ما أحتفظ بخصوصية لنفسي. في فرق بين إنك تكون منفتح وحر وصريح مع شريكك وبين إنك تشارك كل شيء بطريقة مفلوشة ممكن تأذيك وتأذي شريكك مع الوقت. الخصوصية كتير ضرورية للحفاظ على العلاقة. اعرف شو تحكي واعرف على شو تحافظ. خليك إنسان ذكي وواعي، اكسب شريكك بصراحتك بوضوحك، ولكن احتفظ بالأشياء الخاصة اللي ممكن تأذي هي العلاقة إذا ما تعبر عنها صح وإذا ما وصلت الفكرة صح. هذا مانو غموض وهذا مانو تخباية أو كذب، هذا حفاظ على الخصوصية وبنفس الوقت حفاظ على العلاقة على المدى البعيد. 10 أسباب ممكن تؤدي لفشل العلاقة بين شريكين أو بين زوجين نحن ما رح نحسها
ولكن رح نشوف نتائجها المدمرة على العلاقة للمدى البعيد. لذلك كتير مهم نوعى هدول ال10 مشاكل ونتجاوزهم ونعرف نتصرف لنحافظ على علاقة ناجحة. بتمنى تكون الأفكار واضحة، وبتمنى تشاركوني بالتعليقات شو أكتر مشكلة حسيتوها فعلا ممكن تأذي علاقتكم مع الشريك وكيف رح تتجاوزوها. وما تنسوا إنكم تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل شي جديد، وبتمنى منكم إنكم تشاركوا الفيديو مع أصدقائكم، وإذا في شي قصة حابين تشاركوني فيها كمان اكتبوا لي إياها بالتعليقات. وآخر شي بدي أقولكم شكرا كتير لاستماعكم، وبتمنى أنه يكون هذا الفيديو وهي الأفكار ال10 مفيدة لإلكم ورح توصلكم لعلاقات ناجحة مع شركائكم.